إيه يا جماعة عاملين إيه؟ طبعًا آسفة إني ما نشرتش قصة الأسبوع اللي فات، بس حرفيًا كنت باشتغل على أكتر من حاجة في نفس الوقت، والقصة دي يا رب تكون كفاية إنها تعوّضكم. دراما زي ما بتحبوا بالضبط، فخلوني المرة دي ما آخدش كتير من وقتكم، وخصوصًا اللي وراها غسيل مواعين، فده الوقت الأنسب ليه. فتجهزوا ويلا بينا نبدأ. اسمي أميرة، وواقفة دلوقتي في ركن العربية بتاع سوبر ماركت في قرية تبعد 500 كيلو عن المكان اللي كنت عايشة فيه. باصة لراجل ما كان يخطر ببالي إني هاشوفه تاني. إيديا بترتعش لدرجة إن المفاتيح وقعت مني. خبطت في الأسفلت بصوت معدني يرن، وكان طالع في ودني زي الصوت المكتوم. كل حاجة حواليا صوتها عالي قوي دلوقتي. ضربات قلبي، حركة العربيات على الطريق السريع القريب، وصوته هو بينادي باسمي. كان المفروض أجري. كل غريزة في جسمي بتصرخ فيا عشان أهرب، بس رجليا مش شايلاني، متخشبة في مكاني وأنا باصة لنشادي جوزي أو طليقي أو أيا كان مسمى علاقته بيا دلوقتي. ومش جاية في بالي غير آخر مرة شفته فيها، الليلة اللي زقني فيها ناحية سور البلكونة وهو بيقول لي إن كل حاجة هتخلص. الكلام ده كان من 3 سنين. وصلت لي إزاي؟ قرب مني خطوة، شكله بقى أكبر في السن، وفي تجاعيد ظهرت حوالين عينيه ما كنتش موجودة زمان، والشيب زاد في شعره. أخدت وقت طويل بس كان لازم ألاقيكي. الولاد. رفعت إيدي في وشه فوراً. إياك تذكر اسمهم على لسانك. أمل بتسأل عليكي كل يوم، وتامر رسم رسمة ليكي الأسبوع اللي فات وحطها على الحيطة في أوضته. اسمهم جه في ودني زي سكينة بتتغرس في صدري وتتلف. أمل عندها 8 سنين دلوقتي، وتامر عنده 6. أنا مشيت لما أمل كان عندها 5 سنين وتامر كان 3. فاتني أعياد ميلاد وأول أيام مدرسة وأسنان تقع وحكايات قبل النوم. أنا مشيت عشان أقدر أكون عايشة عشانهم في يوم من الأيام، حتى لو ما كنتش جنبهم في اللحظة دي. خليني أرجع بيكوا شوية، خليني أقول لكم الموضوع بدأ إزاي، عشان أنا عارفة أنتوا بتفكروا في إيه دلوقتي. بتقولوا مفيش حد بيفبرك موته ويسيب ولاده إلا لو حصلت مصيبة أو مأساة بجد، وأنتوا صح. أنا وشادي اتقابلنا في الكلية. كانت شخصيته جذابة وناجح، من النوع اللي يدخل أي مكان يفرض وجوده وياخد الأضواء كلها. أنا كنت في سنة تالتة بدرس آثار، وهو كان بياخد الماجستير في إدارة الأعمال. اتجوزنا بعد التخرج. الدنيا كانت ماشية زي الفل. كان بياخدني مطاعم ويفاجئني بهدايا ويقول لي إنني أجمل واحدة في الدنيا. أهله كانوا بيموتوا فيا، وأهلي كانوا شايفين إنه العريس والابن المثالي. كل الناس كانت شايفانا الزوجين المثاليين. بعدين اتولدت أمل، وهنا كل حاجة بدأت تتغير. شادي بقى يحب التملك والسيطرة بشكل مش طبيعي. بقى عايز يعرف أنا فين كل دقيقة، بكلم مين، وبصرف الفلوس في إيه. فتح حساب بنكي مشترك وصمم إني أقفل حسابي الشخصي، وكان بيتحجج إن المتجوزين لازم يتشاركوا في كل حاجة. في الأول افتكرت ده حب واهتمام، إنه عايز يشاركني في كل تفاصيل حياتي، وقال إنه بيعمل كده عشان بيحبني. قلت يمكن ده توتر الإحساس بالمسؤولية مع أول طفل، وخلقت له 100 عذر وعذر، وقلت لنفسي إنه مجرد خايف علينا وبيحمينا. صاحبتي ياسمين كانت أول واحدة تلاحظ إن في حاجة غلط. إحنا أصحاب من أيام الثانوي، وجت زارتني لما أمل كان عندها حوالي 6 شهور. سألتني بعد ما هو مسك تليفوني وقعد يقلب في رسائلي وأنا بعمل القهوة. أميرة، هو شادي على طول بيمسك تليفونك ويفتشه كده؟ رديت بقلة حيلة. هو بس بيتأكد إن مفيش حاجة مهمة فاتتني. ده مش طبيعي يا أميرة. ياسمين بصت لي نظرة طويلة فيها قلق، بس أنا ما سمعتش كلامها. كنت تعبانة، وأقنعت نفسي إن ياسمين بتهول الأمور وخلاص. على ما جه تامر الدنيا كان شادي عزلني تماماً عن معظم أصحابي، بما فيهم ياسمين. كان بيقنعني إنها شخصية توكسيك، وإنها بتحاول تعمل مشاكل بينا، وإن الصحاب بجد ما بيغلطوش في بعض كده ولا بينتقدوا أزواج صاحبتهم. فبطلت أرد على مكالماتها وبطلت أرد على رسايلها لحد ما هي بطلت تحاول تتصل. أهلي كانوا عايشين في أسوان وإحنا كنا ساكنين في القاهرة، وشادي كان دايماً عنده حجج يمنعنا نروح لهم. السفر محتاج فلوس، ضغط شغل، الولاد لسه صغيرين على السفر، شغله متطلب قوي، ولازم نجمع فلوس. ولما أمي تقترح إنهم ييجوا ينورونا، شادي يقول إن شقتنا ضيقة ومفيش مكان، وإن استضافة ناس مع طفلين صغيرين هيعملي توتر وضغط عالي. لما بفتكر دلوقتي بشوف إزاي كان بيقصقص ريشي وبيخطط بمنتهى الدقة عشان يعزلني عن أي حد ممكن يمدلي إيد المساعدة. بس لما بتكون جوة الموقف والقصة بتحصل بالبطيء على مدار سنين، ما بتشوفش الصورة الكبيرة ولا النمط الخبيث ده. بتشوف بس مواقف فردية شكلها منطقي ومقبول للوهلة الأولى. الأذى الجسدي بدأ بضرب خفيف وصغير، مسكت إيد جامدة، زقة وسط خناقة، وبعدين الموضوع تطور
وكان دايما بيعتذر بعد كل مرة ويحلف إنها مش هتتكرر تاني، والسبب دايما كان الضغط أو غلطة أنا عملتها. أول مرة يضربني بجد، ضربة بجد، كانت في عيد ميلاد تامر الأول. كنت عاملة حفلة صغيرة على قدنا إحنا وجيراننا اللي عندهم أطفال. شادي رجع من الشغل وتعصب فوراً. ليه كل الناس دي في بيتي؟ دي حفلة عيد ميلاد تامر، أنا قايلة لك عليها الأسبوع اللي فات. لا ما قلتيش. أنا كنت فكرته 3 مرات، بس النقاش معاه ما كانش هيجيب غير مشاكل، فاعتذرت وقلت له إني أصلاً نسيت أفكرك الصبح، ووعدته إن الحفلة مش هتاخد وقت والناس هتمشي بسرعة. بعد ما كل الناس مشيت والولاد ناموا، حاصرني في المطبخ. انت حطيتيني في موقف بايخ وقدمتيني للناس كأني نسيت عيد ميلاد ابني. أنا أسفة، كان المفروض أفكرك الصبح. كان المفروض تلغي الحفلة. وبعدها ضربني بكف إيده على وشي، ضربة قوية لدرجة إن دماغي اتلوت للناحية التانية، ودقت طعم الدم في بقي لما أسناني جرحت خدي من جوه. وقفت مكاني مذهولة ومصدومة. هو عمره ما عمل كده قبل كده. كان بيمسكني بقوة، يزقني، بس عمره ما مد إيده وضربني في وشي بالشكل ده. بصلي وقال ببرود، شفتي انت خليتيني اعمل ايه؟ وساب الأوضة ومشي. كان المفروض أمشي الليلة دي، بس أروح فين بطفلين؟ وهصرف عليهم إزاي؟ شادي كان متحكم في كل جنيه، وأنا ما كنش عندي شغل. هو اللي أقنعني أقعد في البيت، وكان بيتحجج إن ده الأفضل للبيت وإنهم محتاجين أمهم جنبهم. والموضوع بقى يزداد سوءاً أكتر وأكتر، لأنه بدأ يقول وسط الناس إني مش متزنة نفسياً، وإني مستصعبة دور الأمومة ومش عارفة أتأقلم، وإني داخلة في اكتئاب. كان بيفتح الموضوع ده في عزومات العشاء ولمات العيلة، ودايماً بأسلوب نبرته كلها خوف واهتمام، وكان يبان قدامهم إنه هيموت عليا من القلق. خلي الكل يشوفه في صورة الزوج المخلص الصبور اللي متحمل مراته الصعبة. وفي نفس الوقت كان الأذى والضرب مستمر جوه البيت. مرة زقني على السلم وقال في الطوارئ بالمستشفى إني اتكعبلت وأنا شايلة الغسيل، وصدقوه. كان في زرقان في إيدي مكان ما كان بيمسكني، علامات صوابع واضحة، بس محدش فكر يسأل. فبدأت أخطط للهرب في السر. فتحت حساب جديد في بنك تاني، وبدأت أحول عليه مبالغ صغيرة جداً، 100 جنيه هنا، 500 جنيه هناك، حاجات بسيطة عشان ما ياخدش باله. بدأت أجهز شنطة طوارئ مستخبية، جهزت فيها الأساسيات ليا وللعيال، هدوم، ورق مهم، وشوية لعب أطفال، وخبيت الشنطة في آخر الدولاب. كنت حذرة قوي، بس ما كنتش حذرة كفاية. في ليلة من الليالي شادي رجع البيت متأخر، وكانت ريحة الخمرة طالعة منه من على بعد. كان متوتر وبيتحرك بقلة صبر في الصالة، وأنا بحاول أجهز الولاد عشان يناموا. قال بقسوة، إحنا لازم نتكلم. قلت له إننا ممكن نتكلم بعد ما الولاد يناموا، بس مسك إيدي وجرني ناحية البلكونة. إحنا كنا ساكنين في الدور الثامن. رد ببرود مرعب. هم يستاهلوا أحسن من أم تتخلى عنهم وتسيبهم. كان بيألف السيناريو في دماغه خلاص. في عقله أنا كنت سبتهم ومشيت، فلو مت دلوقتي يبقى ده خطأي أنا. زقني ناحية السور، وخلاص أنا بين تحت وفوق، ماسك إيدي وأنا ماسكة في السور. هواء الليلة كان تلج على وشي، وكنت شايفة النجوم في السماء، وافتكرت إن دي ممكن تكون آخر حاجة هشوفها في حياتي. بس فجأة أمل نادت من جوه الشقة. شادي اتخشب في مكانه، ولثانية واحدة بس مسكته ليا خفت، وده كل اللي كنت محتاجاه. عرفت أسحب نفسي وأطلع، وبأقصى قوة عندي هربت. أخدت أمل وقلت لها تجيب تامر، وقفلنا على نفسنا أوضة الولاد بالمفتاح. طلبت النجدة، بس على ما الشرطة وصلت كان شادي رتب نفسه ورجع لبروده. قالهم إني بمر بأزمة نفسية حادة، وإني بتصرف بطريقة غريبة ومثيرة للقلق، وإنه كان خايف عليا لأنني هددت إني أؤذي نفسي، وهو كان بيحاول يوقفني بس، وعشان هو شخصيته جذابة وناجح وبيعرف يلعب اللعبة صح. صدقوه، بصولي بنظرة شفقة وقالوا لي إني محتاجة أكلم أخصائي أو أطلب مساعدة. واحد من الضباط أخدني على جنب قبل ما يمشوا وقال، يا مدام، لو بتفكري تأذي نفسك في مراكز مساعدة ممكن تلجئي لها. حاولت أشرح له اللي حصل بجد، بس شفت في عينيه إنه مش مصدقني. أنا كنت طالعة منهارة وبصرخ، وشادي كان طالع هادي. بعد ما مشيوا شادي دخل أوضة النوم من غير ما ينطق كلمة واحدة، وقفل الباب. فضلت صاحية طول الليل مع أمل وتامر، عارفة إني لازم أتصرف، وعارفة إن الشرطة مش هتساعدني، وعارفة إن لو حاولت أمشي بالطرق الطبيعية والقانونية شادي هيحاربني. معي فلوس ومحامين ونفوذ، وغير إنه خلاص جهز الأرضية وخلى الكل يشوفني غير متزنة. ساعتها عرفت إني لازم أختفي، ما كانش ينفع أمشي في طريق المحاكم. لو طلبت الطلاق شادي هيجيب أكبر محامي ويستخدم كل الكلام اللي قاله عليا ضدي، وكان غالباً هياخد هو الحضانة، وساعتها مش هعرف أحمي نفسي ولا الولاد. ولو الحضانة بقت معاه وأنا ليا رؤية بس، كان هيعمل اللي هو عايزه،
وكنت هكون ميتة في خلال سنة بالكتير. كنت متأكدة من ده. فعملت حاجة متأخرة ويائسة. كان عندي صاحبة من أيام الكلية اسمها رانيا. هي كانت مرت بظروف شبه دي مع طليقها، وعرفت تهرب وعاشت بحياة جديدة في محافظة تانية. تواصلت معاها، كتبت لها أنا محتاجة مساعدة، الوضع سيء جدا. اتصلت بيها تاني يوم وشدي في الشغل، احكي لي كل حاجة. فحكيت لها عن البلكونة وعن الشرطة اللي مصدقتنيش وعن إحساس السجن اللي أنا فيه. قالت لي أنا أقدر أساعدك، بس لازم تفهمي أنت هتضحي بإيه. هتضطري تسيبي أمل وتامر وراكي، ومش هتقدري تتصلي بيهم، وممكن تقعدي سنين قبل ما تقدري ترجعي حياتهم تاني. قلت لها بصوت مكسور عارفة، بس لو فضلت هنا أنا ميتة لا محالة، وساعتها مش هيكون ليهم أم خالص. قضينا أسبوعين بنخطط لكل التفاصيل. رانيا كانت حذرة ودقيقة جدا، وكان عندها علاقات وناس تساعد. قالت لي أهم حاجة إن الموضوع يبان حقيقي وما فيهوش شك. لازم تسيب دلايل تأدي لنتيجة واحدة بس، وما تسيبش بأي مجال للريب. ساعدتني في الترتيبات، أروح فين، أصل إزاي، وأعمل هوية جديدة إزاي. أصعب جزء في التخطيط كان الرسائل الفيديو. سجلتهم على تليفون رانيا، فيديو لأمل وفيديو لتامر وفيديو ليهم هما الاتنين سوا. في فيديو أمل قلت لها قد إيه أنا فخورة بيها، قد إيه هي ذكية وطيبة وشجاعة، وقد إيه أنا متأسفة إني اضطريت أمشي. قلت لها وأنا بحبس الدموع، ويمكن لما تكبروا في يوم من الأيام تفهموا أنا ليه اضطريت أعمل كده، وأتمنى تسامحوني. فيديو تامر كان أقصر، كان عنده 3 سنين بس، ومكنتش عارفة هيفهم قد إيه، بس قلت له إني بحبه وإني هفضل أحبه على طول، ومفيش أي حاجة من دي ذنبه. وفي الفيديو اللي ليهم هما الاتنين حاولت أشرح بكلمات بسيطة: ماما لازم تبعد شوية عشان تحمي الكل، بس عمرها ما هتوقف تفكير فيكم، وعمرها ما هتوقف تحبكم، وبوعدكم إننا في يوم من الأيام هنرجع نكون سوا تاني. تسجيل الفيديوهات دي كسر لي قلبي. كنت هغير رأيي وأستسلم وأخاطر بالمحاكم والشرطة، بس بعدين افتكرت ليلة البلكونة، افتكرت كنت قريبة قد إيه من الموت، وافتكرت نظرة شادي ليا، وعرفت إني لازم أكمل في اللي بدأته. قلت لشادي إني محتاجة أسافر ويك إند لوحدي أصفي ذهني، وبشكل غريب وافق فوراً. أظن الفكرة عجبتهم عشان يبان قدام الناس الزوج الداعم اللي بيدي مساحة لمراته التعبانة نفسياً. قال بتمثيل: خدي وقتك على الآخر يا حبيبتي، أنا رح أهتم بالولاد. وسط أمل وتامر يوم الجمعة الصبح وأنا بودعهم، حضنتهم أطول من العادي. تامر اتملص مني عشان يجري يلعب بلعبه، وأمل ردت لي الحضن وقالت لي: رايحة فين يا ماما؟ قلت لها: رحلة صغيرة كده يا حبيبتي، هشوفك قريب. كانت كدبة، بس ما كنتش عارفة أودعهم بإيه غير كده. تحركت لحد محمية وادي الشيطان على بعد 2 ساعات، مكان كنت زرته من كام سنة، جبال ومنحدرات وصخور حادة، وسمعته معروفة إنه خطر. تركت عربيتي جنب بداية الممشى، تركت تليفوني على الكرسي والجاكيت ومحفظتي جوة الدرج، وتركت رسالة معاهم. كان أصعب كلام كتبته في حياتي، خليته غامض بس بيدي إيحاء واضح. اتكلمت عن التعب، وعن إني مش شايفة أمل ولا حل تاني، وإني حاسة إن الكل هيكون أحسن من غيري. تعمدت أخلي خطي يبان عليه آثار دموع وأنا بكتبه. بعدها طلعت لحد قمة المنحدر، قلعت دبلتي وسبتها على صخرة على الحافة، ومعاها وشاح كان شادي جابهولي في يوم ميلادي. الحركة دي كانت فكرة رانيا. قالت لي: لازم تسيبي حاجة شخصية قوي، حاجة تخلي اللي يدور يقتنع إنك وقفتي هنا فترة بتفكري قبل ما تنطي. ونزلت تاني ولا كأن في حاجة، ورانيا كانت مستنياني بالعربية. أول ما دخلت عربيتها بدأت أبكي. هي سابتني كام دقيقة، وبعدين ادتني أزازة مية وهدوم تانية أغيرها. تحركت بينا لقرية صغيرة بس بعيدة جدا، عدد سكانها متعداش 1000 بني آدم، من نوعية الأماكن اللي كل واحد فيها في حاله ومحدش بيسأل أسئلة كتيرة. هي كانت مرتبة كل حاجة، أوضة للإيجار في بيت ست كبيرة اسمها فاطمة، وشغل في مطعم صغير هيدفعولي من تحت الترابيزة لحد ما أظبط أوراقي. رانيا عرفتني على فاطمة باسمي الجديد. دي إسراء، وداخلة على بداية جديدة. فاطمة اللي كان سنها معدي 50 بصت لي بعيون دافية وقالت: ومين فينا مش محتاج بداية جديدة يا بنتي؟ الأوضة فوق والحمام في آخر الممر، والإيجار أول كل شهر. بس كده، ولا سؤال عن أنا جاية منين ولا ليه. أول كام أسبوع كانوا أصعب حاجة مرت عليا. كنت بشتغل عشان أطحن نفسي وما فكرش، وعشان أمنع نفسي أفتح الأخبار، بس في الآخر مقتدرتش أقاوم. رحت المكان فيه إنترنت، لأن القرية شبه معزولة ما عدا المكان ده، وقعدت على كمبيوتر.
اختفاء سيدة ورجوع فرضية الانتحار في وادي الشيطان. ده كان العنوان. المقال كان كاتب إنهم لقوا عربيتي والجواب ومتعلقاتي الشخصية. فرق الإنقاذ قعدت تدور على جثتي 5 أيام وملقوش حاجة، وقالوا إن تيار المية كان قوي واحتمال تكون الجثة اتسحبت لمسافات بعيدة. شادي كان عامل لقاء صحفي وحاطين صورته وهو حاضن أمل وتامر وشكله يقطع القلب ومكسور. قال في المقال: أميرة كانت بتمر بظروف نفسية صعبة، حاولت أساعدها وكنت أتمنى أعمل أكتر من كده. وكان كمان عامل حملة تبرعات للتوعية بالمرض النفسي. قفلت المتصفح ومشيت لبيت فاطمة وأنا مش حاسة برجلية. الليلة دي عيطت لحد ما انتهت دموعي. عيطت على أمل وتامر، عيطت على حياتي اللي ضاعت، وعيطت لأني عرفت إني أخدت أصعب وأمر قرار في حياتي ومكنتش عارفة هل ده كان القرار الصح ولا لأ. الشهور اللي بعد كده كانت غريبة. كنت عايشة بس مش حاسة بالحياة. فاطمة ما كانتش بتتدخل بس كانت طيبة قوي. كانت تسيب لي كوباية شاي دافية قدام باب الأوضة، وساعات تعزمني أقعد معاها نتفرج على مسلسلات بالليل. وكنت بوافق فوراً لأن البديل كان إني أقعد لوحدي في الأوضة أفتكر ولادي. رانيا كانت بتتصل بيا كل كام أسبوع من أرقام مختلفة ومجهولة عشان تطمن عليا. بعد 6 شهور من اختفائي رانيا اتصلت بيا وكان عندها خبر. أنا لقيت طريقة نوصل بيها الفيديوهات للولاد. عارفة إنك قلتي نستنى لما يكبروا، بس قلت لازم تعرفي إن الخيار ده موجود. سألتها بلهفة: إزاي؟ عندي معارف يقدروا يوصلوا الفيديوهات للأخصائية النفسية في مدرسة أمل وتامر من غير ما حد يعرف المصدر، وهي تقدر تعرض الفيديوهات لأمل وتامر في بيئة آمنة. فضلت أفكر في الموضوع أيام. هل هيكون أحسن ليهم يعرفوا الحقيقة ولا ده هيزود الطين بلة؟ وفي الآخر قررت أستنى. كانوا لسه صغيرين قوي. تامر ما كانش هيفهم حاجة أصلاً، وأمل كان عندها 5 سنين بس. إزاي تشرح لطفلة عندها 5 سنين إن أمها اضطرت تفبرك موتها؟ قلت لرانيا: خلي الفيديوهات معاكي دلوقتي، ولما يجي الوقت المناسب هنعرف. مرت 2 سنين، بدأت أبني شبه حياة جديدة وعملت صداقات مع الزباين المترددين علينا. أنا وفاطمة بقينا قريبين قوي من بعض. حكت لي عن جوزها الله يرحمه وعن بنتها اللي عايشة في القاهرة وما بتسألش عليها. قالت لي في ليلة من الليالي: كل واحد فينا بيهرب من حاجة يا ندى، المهم نعرف إحنا رايحين فين وليه. كنت ببعت فلوس لما بقدر. رانيا كانت عاملة حساب توفير باسم أمل، وتامر ملوش أي أثر يربطه بيا. ما كنتش مبالغ كبيرة. وفي أعياد ميلادهم كنت بكتب لهم جوابات عمرهم ما هيقروها، أحكي لهم عن يومي، عن البلد اللي عايشة فيها، وقد إيه وحشوني وبحبهم. كنت بشيل الجوابات دي في صندوق تحت السرير. يمكن يجي يوم وأقدر أديهم لولادي، ويمكن لأ، بس كتابتها كانت بتخليني ما أفقدش الأمل إني في يوم هرجع ليهم. كنت بتابع الأخبار من وقت للتاني. شادي بقى شخصية عامة ومشهورة. استغل خبر موتي وعمل منه قضية ودعاية لنفسه. بقى يروح مؤتمرات ويتكلم عن الصحة النفسية، وبيعملوا معاه لقاءات في التلفزيون. حتى إنه كتب كتاب. كل ما كنت بشوف وشه في التلفزيون كنت بحس بغثيان. كان بيكسب شهرة وفلوس على قفا اللي عملوا فيها، وبنى مهنته كلها على وجعي وآلامي. بس ما كنتش أقدر أعمل حاجة. أنا ميتة ولازم أفضل ميتة عشان أعيش. بعد 3 سنين من اختفائي كنت في دوامي في المطعم، ولما دخل راجل وقعد على الترابيزة كان في حاجة في هيئته بتوترني، طريقته وهو بيبصلي ومتابع كل حركة بعملها. لما وديت له الحساب قال: وشك مش غريب عليا، حاسس إني شفتك قبل كده. أصل ملامحي شعبية وشبه ناس كتير. ترك بقشيش كبير وترك كارت شغل مكتوب عليه: لو افتكرتي اتقابلنا فين كلميني. بصيت في الكارت بعد ما مشي: شريف زكي، تحريات خاصة. إيديا بدأت ترتعش. بالليل كلمت رانيا، قلت لها بصوت مرعوب: في حد عارف مكاني، جالي مخبر خاص المطعم. قالك مين اللي أجره؟ لا، بس هيكون مين غيره يعني. تمام، اهدي وما تترعبيش. كلمتي؟ أخدت أوردره بس، وقال إن وشي مش غريب عليه. ده بيمشي يرمي التهمة دي لكل الناس عشان يشوف رد الفعل. هو بينكش بس لازم نكون حذرين. تقدري تختفي كام يوم؟ إزاي؟ أنا لازم أشتغل. خدي أجازة وما تطلعيش من البيت، أنا هشوف أقدر أعرف إيه. قضيت ال3 أيام اللي بعدهم محبوسة في أوضتي بالعافية بخرج. فاطمة لاحظت ده وقالت لي وهي داخلالي بشوربة: مالك يا بنتي، فيكي حاجة؟ كدبت عليها وقلت: شوية برد بس يا حاجة. رانيا اتصلت اليوم الرابع وقالت: شادي هو اللي ورا الموضوع، مؤجر فريق تحريات من 6 شهور وماسكين المحافظات وبيدوروا على أي واحدة بنفس مواصفاتك. قلت لها بانهيار: أعمل إيه دلوقتي؟ قدامك حلين، يا إما تهربي تاني أو
أو نواجه. مش هقدر، هيدمرني، هياخد الولاد قطعت كلامي وقالت: هيعمل إيه يعني؟ يقتلك؟ هو بقى شخصية عامة دلوقتي يا أميرة، مش هيخاطر بده. وانتي مش لوحدك المرة دي، معاكي أنا ومعاكي إثباتات. نزلت الشغل تاني يوم وأنا حاطة وشي في الأرض وبتفادى عين أي حد. بس بعد يومين المخبر رجع تاني، والمرة دي كان معاه صورة وراني صورتي من 5 سنين وقال: كان اسمها أميرة، اتوفت من 3 سنين، أو ده اللي الكل فاكره. أنا شغال في المهنة دي من 20 سنة، وبميز الوجوه كويس حتى لو الشعر اتغير أو الوزن اختلف. أنا أظن إنك أنت أميرة. أكيد شبهها مش أكتر. ممكن، بس القصة إن جوزك مأجرني عشان ألاقيكي، وبيقول إنه عايز يرتاح ويطلب السماح ويعرف إيه اللي حصل بجد. أنا مش الشخصية اللي بتدور عليها وعايزك تمشي من هنا فوراً. وقف وقال: تمام، بس هو مش هيستسلم، والوصول للحقيقة هيكون أسهل للكل لو اتكلمتي معاه. استأذنت من الشغل بدري وقلت لمديري إني تعبانة. رجعت البيت وبدأت ألم هدومي في الشنطة. ههرب لحد فين؟ وهفضل أهرب كام مرة؟ كنت قاعدة على السرير وحواليا حاجتي البسيطة لما فاطمة خبطت ودخلت. بصت في وشي وقعدت جنبي. قوليلي إيه اللي بيحصل يا بنتي؟ ومعرفش ليه، بس حكيت لها كل حاجة. اسمي الحقيقي شادي، الأذى والضرب، البلكونة، وفبركة موتي. سمعتني من غير ما تقاطعني، ولما خلصت فضلت ساكتة شوية. قالت لي فاطمة: بصي يا إسراء، هتقدري تفضلي تهربي وتعيشي بقية حياتك تبصي وراكي خايفة أو تقفي في وش الخوف. انتي مش نفس الست الضعيفة بتاعت زمان، انتي بقيتي أقوى وعندك ناس تصدقك. بس الولاد هيكبروا من غير أم لو فضلتي مستخبية. هل ده اللي انتي عايزاه؟ كلماتها دخلت قلبي. ما كنتش عارفة أنا عايزة إيه، بس كنت تعبت من الخوف، تعبت من الهروب، وتعبت إني أعيش نص حياة. وفي الليلة دي أخدت قراري، مش ههرب تاني. تاني يوم الصبح نزلت السوبر ماركت أشتري طلبات زي كل يوم سبت، نفس الروتين اللي متعودة عليه من 3 سنين. وهناك شفته، شادي كان واقف في مواقف العربيات، وحصل المشهد اللي كان في بداية القصة. المخبر جاب مكانك، ما كانتش سهلة، بس في النهاية وصلتلك. سألته ببرود: عايز إيه؟ عايزك ترجعي البيت يا أميرة. أنا اتغيرت وبتعالج عند دكتور نفسي. أنا اشتغلت على نفسي الفترة دي يا أميرة، والولاد محتاجين أمهم. أنا ضحكت. انت حاولت تنهي حياتي يا شادي، كنت هتزقيني من فوق البلكونة وكنت كل يوم بتضربني. رد بأسلوب ناعم ومتمكن، نفس النبرة السلسة الخبيثة اللي كان بيستخدمها دايماً لما يحب يلعب بدماغ اللي قدامه. أنا كنت بمر بظروف ونفسيتي وحشة قوي وقتها، ما كنتش بفكر صح، بس قعدت 3 سنين بتعالج وبتلقى مساعدة. أنا مش نفس الشخص ده خالص، ومش هرفع إيدي عليكي تاني، وهعوضك عن كل حاجة. قلت له بقرف. انا مش مصدقاك. ملامح وشها اتغيرت، حاجة خفيفة قوي بس كانت كفيلة تفكرني بوشه الحقيقي المستخبي تحت الهيئة والشخصية العامة، ألا وهو بيبصلي بصلابة وشر. طب صدقي دي بقى، لو ما رجعتيش معايا هطلع أقول للناس كلها الحقيقة. هقول إنك عايشة، وإنك فبركتي موتك، وإنك رميتي ولادك وهربتي. هتتحبسي بتهمة التزوير والبلاغ الكاذب والتخلي عن أطفال. هتدخلي السجن يا أميرة، وأنا اللي هاخد الحضانة الكاملة لأمل وتامر. وكده خلاص أهو ظهر شادي على حقيقته، الراجل اللي لازم يسيطر، اللي بيستخدم التهديد والخوف عشان ياخد اللي هو عايزه. قلت له: انا مفيش معاك دليل اني عايشة. بس وأنا بنطقها كنت عارفة إن حجتي ضعيفة. طلع تليفونه ورفعه في وشي. الشاشة كانت بتعرض فيديو كان بيسجل كل المكالمة والمواجهة دي من الأول. قال بابتسامة خبيثة: ومين قال إنه مش معايا؟ قلت له: انا محتاجة وقت، مش معقول تظهر فجأة بعد 3 سنين وعايزني اقرر دلوقتي. قال بصرامة: قدامك 24 ساعة، بكرة الساعة 12 الظهر تقابليني في الكافيه اللي في الشارع الرئيسي. لو ما جيتيش هطلع على اسم الشرطة فوراً. صحيح يا أميرة، إياكي تفكري تهربي، في ناس مراقباكي دلوقتي ومش هتبعدي كتير. سابني ومشي، وأنا واقفة في ركن العربية وقلبي بيدق في صدري لدرجة حسيت إنه هينفجر. ركبت عربيتي، إيديا كانت بترتعش بحدة لدرجة إني بالعافية عرفت أحط المفتاح. مشيت، بس ما كنتش رايحة لبيت فاطمة ولا أي مكان شادي يتوقعه. رحت على أطراف القرية عند منطقة قديمة متهدمة، وكانت رانيا وست عجوز طيبة من القرية اسمها ريتال، ومعاها تلميذتها اسمها لمار مستنيني هناك. أول ما نزلت من العربية لقيت رانيا بتقول: انتهى الموضوع مثل ما إحنا عايزين؟
أنا طلعت موبايلي وسمعتهم التسجيل. هو دلوقتي معاه دليل إني عايشة، بس أنا معايا دليل إنه كان في عنف أسري ومحاولة قتل. عايزني أرجع، بيهددني إنه يفضحني ويكشفني لو مرجعتش، بس أنا معايا ده. لمار ضحكت وقالت. بس تأكدي إن محدش جه وراكي لحد هنا. رانيا قالت. طيب هو حتى لو وصل هنا المفروض يعمل إيه؟ أنا قلت لهم مش مهم يوصل أو لأ، المهم نتحرك إحنا الأول، لأن الوقت دلوقتي مهم لينا. بدأت أعمل اتصالات. أول مكالمة كانت لإعلامية وصحفية اسمها جيهان مصطفى، بتشتغل في قناة إخبارية كبيرة. لما قلت لها أنا مين، سكتت فترة طويلة وقالت بذهول: أميرة اللي اختفت من 3 سنين في وادي الشيطان. في الأول كانت شاكة ومفتكرة ده مقلب، بس وافقت تقابلني، وهي جت لوحدها المسافة دي كلها، وأنا عرفتها إن ما عنديش وقت كبير. حكيت لها كل تفصيلة، الضرب اللي كان بيزيد، ليلة البلكونة، الشرطة اللي مصدقتنيش، وإحساسي إن مفيش مخرج غير الاختفاء. جيهان كانت بتسجل كل كلمة وتكتب ملاحظات وتسأل أسئلة دقيقة. لما خلصت قالت: هو هيطلع يقول إنك بتكدبي وإنك غير متزنة نفسياً وإن ده انهيار عصبي. معاكي أي إثبات تاني؟ أي حاجة تأكد كلامك دلوقتي؟ وريتها التسجيل اللي أنا سجلته لشادي في موقف العربيات، وفي الفيديو كان صوته واضح جدا وهو بيهددني وبيقول لي قدامك 24 ساعة ترجعي وإلا هيدخلني السجن، وإن عنده ناس بتراقبني. عينين جيهان وسعت بذهول. ده سجل نفسه وهو بيهددك؟ وهو افتكر إنه يقدر يقص الجزء ده أو يفرغ الصوت بطريقته، بس أنا سجلته كمان. التليفون كان في جيب مخفي ومسجل كل كلمة قالها بالحرف. جيهان مالت بإنصات شديد. أميرة، اللي معاكي ده قنبلة، ده بيغير كل حاجة. الراجل ده مش مجرد راجل بيضرب مراته، ده بنى مسيرة كاملة وشهرة على كذبة كبيرة. بياخد تبرعات وبيعمل لقاءات ومؤتمرات على قفا موتك المزيف، ودلوقتي بيبتزك عشان تسكتي. سألتها بلهفة: تقدري تذيعي تقرير؟ أقدر، بس لازم تبقي فاهمة إيه اللي هيحصل أول ما الموضوع ده يخرج للعلن. مفيش رجوع خطوة لورا، هتبقي تحت الميكروسكوب والناس كلها هتنقسم، ناس هتقف معاكي وناس هتهاجمك، وشادي هيهجم بكل غل وشراسة. الموضوع هيكون صعب قوي، وغير كده هتواجهي قضايا ومساءلة قانونية. عارفة ومستعدة؟ يبقى يلا بينا، بس هنعملها صح. لازم نتأكد من كل معلومة وتكون قضية مقفولة. التقرير اتذاع يوم الخميس بالليل في وقت الذروة. جيهان عرضت التقرير كاملا، مقاطع من حواري، تسجيلات شادي وهو بيهددني، وشهادة رانيا. السوشيال ميديا اتفجرت. في خلال ساعة القصة بقت ترند، الناس بدأت تتداول الموضوع. التعاطف كان كبير، ناس كتير فهمت أنا ليه عملت كده وشافوا شادي على حقيقته. بس كان في هجوم برضو من ناس شايفين إني رميت ولادي وكان المفروض أمشي في السكة القانونية، وإن فبركة الموت غلط مهما كانت الظروف. شادي رد بسرعة ونزل بيان رسمي ينفي كل حاجة، وقال إني مريضة نفسياً ومحتاجة علاج، وإنه مصدوم إني عايشة بس زعلان إني بتبلع عليه. بس البيان بتاعه اتقابل ببرود وسخرية لأن جيهان كانت حطت التسجيل الصوتي في التقرير. الناس سمعت صوته وهو بيهددني ببرود، ووضح للكل إنه عارف إني هربت مش ميتة واستغل الموقف. في نفس اليوم المؤسسة بتاعته اتحطت تحت التحقيق، المؤسسة اللي عملها للتبرعات لو نسيتوا، والناس بدأت تسأل عن التبرعات والفلوس راحت فين وكسب كام منها. وفي اليوم الثاني الشركة اللي شغال فيها أوقفته عشان التحقيقات. على اليوم الثالث القنوات الكبيرة بدأت تتكلم عن القضية، وأنا بدأت أعمل لقاءات بالتنسيق مع جيهان. حكيت قصتي وعرضت الفيديوهات اللي كنت مسجلاها لأمل وتامر. قلت في واحدة من المقابلات وصوتي بيتخنق بالدموع: أنا ما كنتش عايزة أسيبهم، بس كنت عايزة أفضل عايشة عشانهم، كنت عايزة يفضل ليهم حتى لو ما كنتش جنبهم في اللحظة دي. الرأي العام بدأ يميل لصفي، وجمعيات حقوق المرأة والضحايا بدأوا يتكلموا ويشرحوا قد إيه الضحية بتبقى محاصرة والسيستم أوقات بيفشل في حمايتها. بس أنا كنت عارفة إن الموضوع مش هينتهي بسهولة. الشرطة طلبتني للتحقيق، جبت محامية شاطرة عن طريق رانيا اسمها سهر الشدلي. قالت لي سهر بصراحة: انت احتمال تتحبسي يا أميرة، غالباً بتهمة التزوير والبلاغ الكاذب، بس احنا هنثبت انك كنتي في حالة دفاع عن النفس وتحت تهديد حقيقي على حياتك، وما كانش قدامك أي خيار تاني، وهنطلب الرأفة. بعد 5 أيام من إذاعة التقرير سلمت نفسي للشرطة، واتقبض عليا بتهمة الاحتيال على شركات التأمين، لأن المعلم شادي كان أخذ فلوس من التأمين بعد وفاتي. جلسة الكفالة كانت شديدة وصعبة، ووكيل النيابة قعد يضغط ويقول إني ممكن أهرب تاني لأنني فبركت موتي قبل كده. بس المحامية سهر دافعت بعنف وقالت إنني سلمت نفسي بطوعي، وإنني ضحية لعنف أسري شديد وموثق،
واتحطيت في زاوية ملهاش مخرج، وإنني مش بشكل أي خطر على حد. القاضي حدد الكفالة ب50,000 جنيه، ورانيا دفعتها لي وخرجت بشريط تتبع إلكتروني في رجلي. في نفس الوقت شادي كان بيواجه مصايبه القانونية الخاصة. التحقيقات في المؤسسة بتاعته كشفت عن بلاوي وشبهات اختلاس. اتضح إنه كان بياخد أموال التبرعات ويصرفها على نفسه، والنيابة بدأت تحقق في اتهامات الاعتداء اللي اتوجهت له. شادي دفع الكفالة بسرعة لأنه معاه فلوس ونفوذ، بس سمعته خلاص أصبحت في الحضيض. المكتب اللي بيشتغل فيه طرده، أصحابه بعدوا عنه، والمؤسسة قفلت أبوابها تماماً. أمل وتامر اتحطوا مؤقتاً تحت رعاية أهلي لحد ما الأمور تتظبط. أمي وأبويا طاروا فوراً أول ما سمعوا الأخبار، وأمي اتصلت بيا وهي بتبكي بالدموع. يا أميرة يا بنتي، ليه ما قلتلناش؟ كنا وقفنا جنبك وحميناكي. عارفة يا أمي، بس كنت مرعوبة. كنت فاكرة شادي هيقتلني لو حاولت أمشي. هنعدي الأزمة دي كلنا سوا، إحنا عيلتك، والعيلة بتساعد العيلة. أهلي أجروا محامي عشان يطالبوا بحضانة أمل وتامر، ووضحوا للمحكمة إني أمهم وجريت من الخوف واليأس، بس محتاجة وقت عشان أستقر نفسياً ومادياً قبل ما الولاد يعيشوا معايا. القضايا خدت شهور، جلسات وإفادات وأوراق ما بتخلصش. قضيتي الجنائية اتحلت الأول. ساهر عملت اتفاق مع النيابة واعترفت بالبلاغ الكاذب والاحتيال، بس عشان الظروف الخاصة وقسوة الأذى المثبت ومفيش عندي أي سجل إجرامي سابق، وإنني اللي سلمت نفسي. القاضية حكمت عليا ب6 شهور مع إيقاف التنفيذ وإمكانية إطلاق سراح مبكر. القاضية ست في الستينات بصت لي بنظرة فيها تفهم ورحمة وهي بتنطق الحكم. يا أميرة، اللي عملتيه كان غلط، وكان في طرق قانونية لازم تسلكيها، بس أنا مقدرة إن السيستم أوقات بيفشل، وإن الستات في موقفك بيحسوا إن الأبواب مقفولة في وشهم. أتمنى إن قصتك دي تساعد ستات تانيين يلاقوا طرق أحسن. اترميت في حضن سهر وأنا ببكي من الفرحة، حتى لو فيها حبس، بس الموضوع انتهى خلاص. أما قضية شادي فتحكم عليه بالسجن 8 سنين بتهمة الابتزاز والاستيلاء على أموال التبرعات، غير القضايا المدنية اللي رفعوها المتبرعين عليه عشان يرجع فلوسهم. بس القضية الأهم كانت قضية الحضانة. الشؤون الاجتماعية خلصت تقريرها وأوصت بإن أمل وتامر يرجعوا لحضني بمساعدة ودعم أهلي، وأكدوا إن تصرفي زمان كان دافعه الخوف على حياتي وإني بقيت مستقرة. شادي حاول يحارب من جوة السجن، ومحامية قال إني غير مؤهلة وأم مهملة، بس المحكمة رفضت طعنه وأسقطت حقوق الولاية والأبوة عنه تماماً بسبب نمط العنف والخطورة اللي بيشكلها عليهم. بعد فترة صعبة في الحبس وإجراءات طويلة، أمل وتامر راجعين حضني. رجعنا لنفس الشقة اللي كنت فيها في القرية، وأهلي نقلوا عشان يسندوني. حتى فاطمة بتساعدني مع العيال وأنا في الشغل. يوم وصلهم رانيا كانت موجودة، وأمي وأبويا وفاطمة وريتال ولمار، وتقريباً القرية كلها كانت موجودة لما الأخصائية الاجتماعية جابتهم وسلمتهم. أمل بقى عندها 8 سنين ودخلت في ال9، وبقت شبهي وعندها نفس عينيا. وتامر عنده 6 سنين وشبه شادي جداً لدرجة توجع القلب، بس ابتسامته الشقية شبهي. الاتنين كانوا باصين بخوف وتردد. نزلت على ركبي لمستواهم وما مدتش إيدي عشان ما أخضهمش ولا أضغط عليهم. قلت بصوت بيرتعش من الخوف والدموع: إزيك يا حبيبتي؟ أنا عارفة إن كل حاجة متلخبطة وتخوف دلوقتي، وعارفة إن عندكوا أسئلة كتير. فجأة أمل بصتلي ودمعة نزلت من عينها. أنتي بجد يا ماما؟ أنتي مش حلم؟ قلت لها وأنا بفتح دراعاتي: أنا بجد يا قلب ماما، مش حلم خالص. أمل جرت عليا واترمت في حضني ومسكت فيا بكل قوتها، وتامر جه وراها وحضننا إحنا الاتنين. حضنت أطفالي لأول مرة من 3 سنين ونص. حسيت قلبي هيفضل يتنفس ويرقص من كتر المشاعر المخلوطة بالفرح والوجع. همسته في شعر أمل: وحشتوني قوي قوي قوي. فضلنا كده فترة طويلة متمسكين ببعض ومش عايزين نسيب، لحد ما أمي طلعت بصينية الرز بلبن وعملنا حفلة صغيرة في المطعم اللي كنت بشتغل فيه. في أول ليلة دخلت أوضتهم عشان أنيمهم وأغطيهم زي ما كنت بعمل زمان، وأنا بطفي النور. أمل سألتني بكسرة. قلبي يتعصر في صدري تاني. لا يا حبيبتي، عمر ما ده هيحصل تاني، بوعدك. ردت عليا بذكاء أكبر من سنها: انتي وعدتي قبل كده يا ماما، ولما مشيتي قلتي هشوفك قريب وما جيتيش. كانت صح، أنا وعدت وخلفت الوعد ده. قعدت على حافة السرير وقلت لها: عندك حق يا أمل، أنا وعدت وخلفت وعدي، ومش هقدر أغير اللي حصل، بس أقدر أوعدك باللي جاي. عمر ما هسيبك تاني أبدا إلا للضرورة القصوى، وهقولك الحقيقة دايما حتى لو كانت صعبة، ماشي؟ كنت عارفة إن الثقة ما بتجيش في يوم وليلة ولا بكلمتين، ولازم أثبت لها ده بالأفعال كل يوم. سألتني فجأة: هو احنا ينفع نتفرج على الفيديوهات؟
الفيديوهات اللي سجلتيها لنا انتي تعرفي عنها؟ تيتا قالت لي انك سجلتي فيديوهات بتشرحي فيها كل حاجة قبل ما تمشي. أنفاسي اتسحبت، طلعت اللابتوب وقعدنا إحنا التلاتة نتفرج، أنا وأمل وتامر. في الفيديوهات كنت أصغر، بس الحب في عيني ما كنش فيه أي شك. ولما الفيديو وصل للحظة اللي بقول فيها أنا عمري ما هبطل أحبكم وعمري ما هبطل أحارب عشان أرجع لكم، أمل بصت لي. انتي رجعتي فعلا يا ماما، رجعت ومش همشي تاني. تامر اللي كان ساكت طول الوقت سأل السؤال اللي كنت مرعوبة منه. هو بابا فين؟ بابا في مكان لازم يكون فيه دلوقتي يا تامر. عمل حاجات غلط وبيتحاسب عليها. ما حبيتش أكذب، وفي نفس الوقت مش عايزة أحملهم أكتر من طاقتهم، وده اللي عملته. بقيت موجودة في كل تفاصيل حياتهم عشان أورثهم الأمان وأعوضهم عن السنين اللي فاتتهم. أعمل سندوتشات المدرسة، أساعد في الواجب، أحضر تمارين أمل وحفلات تامر في المدرسة، وأقرأ لهم حكايات قبل النوم، وسيبتهم يطلعوا غضبهم عليا لما يحتاجوا. بس يعني الحياة مش هتمشي تمام وبسهولة، بالأخص مع الأطفال. بعد شهرين أمل انفجرت في وشي في ليلة. أنا بكرهك، انتي سبتينا واخترتي تمشي. سبتها تفرغ كل الشحنة اللي جواها وقلت بهدوء: عندك حق، أنا مشيت ومن حقك تكوني زعلانة وغضبة مني. عيطت بانهيار وقالت: بابا قال إنك ما بتحبيناش، قال إنك مشيتي عشان إحنا وحشين وما نستاهلش. قلبي اتقطع 100 حتة. مسكت وشها وقلت: أمل بصيلي، الكلام ده مش صح خالص ولا حتى 1%. أنا مشيت عشان بحبكوا قوي، ومشيت عشان أقدر أعيش وأرجع لكم. بابا كدب عليكوا في حاجات كتير. سألتني بكسرة. وأنا إيش عرفني إنك ما بتكدبيش عليا دلوقتي؟ سؤال منطقي جدا. قلت لها: مفيش إثبات دلوقتي، بس أنا هفضل أقولك الحقيقة وهفضل جنبك كل يوم ولحد ما تصدقي بنفسك. سبتها تعيط في حضني لحد ما فرغت كل الشحنة. أما تامر غضبه كان بيطلع في شكل تخريب، يتنرفز، يكسر اللاعب ويرفض يسمع الكلام. في يوم مسك مقص وقص كل هدومه الجديدة. لقيته قاعد في نص الأوضة وسط الهدوم المتقطعة وبيعيط بحرقة، وهو بيبص لي بانتظار العقاب. قعدت جنبه على الأرض وقلت له: تامر، أنا مش همشي. ينفع تكسر كل حاجة في البيت ده وهفضل هنا برضو. ينفع تزعقلي وتقولي بكرهك وهفضل جنبك برضو، عشان أنا أمك، والأم ما بتتخلاش عن ولادها. مسك فيا وعيط لحد ما نام في حضني. وتاني يوم الصبح قام من نفسه يلم معايا الهدوم المتقطعة. واحدة واحدة الأمور بدأت تظبط. فاطمة طبعا بقت فرد من العيلة خلاص، وأهلي عايشين قريب مننا ومشاركين في كل حاجة. بياخدوا الولاد عندهم كل ويك إند. أمي بتعلم أمل إزاي تخبز، وأبويا بياخد تامر ويطلعوا يصطادوا سمك سوا. بنبني حياة بجد، حياة حقيقية. بعد 2 شادي خرج من السجن بحسن سير وسلوك. أول ما جالي اختار الخروج جسمي اتشد وفضلت مشدودة كام يوم مستنية أي تصرف منه، بس مفيش حاجة حصلت. بعد أسبوع من خروجه جالي جواب منه. أول رد فعل ليا كان إني أرميه في الزبالة، بس الفضول غلبني. الجواب كان قصير: أميرة، أنا قضيت 2 في السجن براجع كل اللي عملته فيكي وفي أمل وتامر وفي كل الناس اللي أذتهم. أنا مش مستني منك تسامحيني ومش أستاهل، بس كنت عايزك تعرفي إني متأسف بجد. أنا اتنازلت رسمياً عن أي حقوق أبوة متبقية ليا، ومغادر القاهرة ورايح أبدأ من جديد في مكان تاني. عمر ما هضايقك ولا هضايق الولاد تاني أبداً. خدي بالك منهم وقولي لهم إني آسف. وريت الجواب لسهر المحامية، وأكدت لي إنه فعلاً وقع على تنازل كامل عن حقوق الأبوة، وما بقاش له أي صفة أو حق قانوني في أمل أو تامر. سألتني سهر: حاسة بإيه؟ رديت بصراحة: مش عارفة، مش مصدقة وشايفاها لعبة جديدة. بس جزء تاني بيتمنى يكون بيتكلم بجد، مش عشانه، بس عشان تعبت مع الولاد ومش عايزة أبدأ من الصفر تاني. ما حكيتش لأمل وتامر عن الجواب، مش وقتها، يمكن لما يكبروا، ويمكن بلاش خالص. في حاجات مش لازم تتقال. بس بعدها بأسبوعين حصل المتوقع. شادي حاول هو وكام واحد من صحابه يخطفوا الولاد ويتهمني بالإهمال، بس اتمسك وهو حالياً رجع الحبس يكمل ال6 سنين الفاضلين، لأن إطلاق سراحه كان مشروط بأنه ما يقربش مني. دلوقتي أمل بقت 17 سنة وتامر بقى 13. أمل بتقدم في الجامعات وعايزة تدرس طب، وتامر لسه بيحب التمثيل والمسرح، بس اكتشف شغف جديد للمطبخ والطبخ وعايز يدخل معهد للطهي بعد الثانوي. ولاد زي الفل، هاديين ومبسوطين، عندهم أصحاب وأنشطة ومشاكل مراهقين طبيعية جداً. وعلاقتهم بأبوهم نوعاً ما موجودة. شادي يتواصل عن طريق المحامين، كان عايز يبعت جوابات لأمل وتامر، مش عشان يشوفهم لأنه عارف إنهم هيرفضون ده، بس مجرد جوابات كل فترة. ما كنتش مطمنة، بس أمل وتامر كبروا وبقى عندهم رأي وشخصية. سألتهم: رأيكم إيه؟ أمل كانت مترددة.
وتامر كان عنده فضول أكتر. في الآخر وافقنا بشروط صارمة، يبعت جواب كل كام شهر، والجوابات تعدي عليها الأول، ولو أمل أو تامر قرروا يوقفوا في أي وقت هنوقف فوراً. أول جواب وصل بعد 3 شهور موجه للاتنين. شادي اعتذر فيه وقال إنه بيمشي في علاج نفسي، وشغال على إنه يفهم هو ليه عمل كده، وإنه مش مستني مسامحة بس عايزهم يعرفوا إنه بيحاول يبقى بني آدم أفضل. أمل ما ردتش، وتامر كتب له جواب قصير ولطيف. وفي يوم بعد العشاء اتفرجنا على فيلم سوا، ليلة طبيعية جدا مع ولادي. بعد ما ناموا قعدت في البلكونة مع كوباية شاي، الجو كان لطيف وصوت الهدوء ملك المكان. رانيا جت وعدت عليا زي عادتها بالليل، قعدت جنبي وسألتني: هو انت بتسمعي حاجة عن شادي؟ لا، الولاد بياخدوا جوابات منه كل فترة، بس أنا ما بقراهاش ومش عايزة أقراها. الفصل ده من حياتي اتفصل واتقفل تماماً. تفتكري إنه اتغير بجد؟ مش عارفة بصراحة، يمكن ويمكن لأ، بس ده ما بقاش يفرق معايا، ما بقاش ليه أي سلطة عليا، وما يقدرش يأذيني ولا يأذي الولاد تاني، وده كل اللي يهمني. عارفة، لما ساعدتك تهربي زمان ما كنتش متأكدة إننا بنعمل الصح، كان تصرف مجنون ومخاطرة كبيرة، بس دلوقتي وأنا شايفة أمل وتامر قد إيه مبسوطين وأصحاء، متأكدة إننا عملنا الصح. يمكن ما كانش الطريق التقليدي ولا حتى القانوني، بس كان التصرف الصح. هو الصراحة كان تصرف جبان، وأنا عملته لأني كنت مرعوبة، والصراحة ده كان أسهل حل. يمكن لو الزمن يرجع أجرب خيارات تانية. افتكرت نفسي زمان، الست اللي كانت واقفة في البلكونة ومتأكدة إنها هتموت، والست اللي هربت في نص الليل وهي معتقدة إنها عمرها ما هتشوف عيالها تاني. افتكرت سنين الغربة والوجع والذنب والخوف، وبعدين بصيت على دلوقتي. أمل بتجهز للجامعة، تامر بيكتشف شغفه. إحنا مش بس نجينا، إحنا بنينا حياة جديدة وأحسن بكتير. قعدنا في هدوء مريح بنستمتع بالليلة، وفجأة رانيا قالت لي بابتسامة: أنا هتجوز. لفيت ليها بذهول وفرحة. إيه؟ إمتى؟ ومن مين؟ ضحكت وهي مكسوفة وقالت: واحد اسمه ماركس، بنتقابل بقالنا 6 شهور، وعرض عليا الجواز الأسبوع اللي فات. قلت لها وأنا بحضنها: يا رانيا، ليه ما قلتليش من بدري؟ كنت عايزة أقولك وش الوش، وعايزة أطلب منك طلب، تطلعي معايا وصيفة العروسة؟ أكيد طبعاً، أنا فرحانة لك من كل قلبي. بدأنا نجهز للفرح، كان بسيط ودافي ومقتصر على الأهل والأصحاب المقربين. رانيا اختارت مكان في القرية القديمة. بعد 6 شهور في يوم خريفي لطيف، رانيا وماركوس اتجوزوا. أمل وتامر كانوا متقلقين في الحفلة. في الحفلة أمل وقفت تقول كلمة: طنط رانيا فرد من عيلتنا من يوم ما افتكر الدنيا. هي الشخص اللي واقف جنب أمي في أكتر وقت كانت محتاجة فيه حد، وهي الشخص اللي عمره ما استسلم ولا سابنا، ودلوقتي هي لقيت اللي يسعدها زي ما أسعدتنا كلنا. يا ماركوس، أنت منور عيلتنا، وبحذرك إحنا دمنا خفيف وبنعمل دوشة كتير، بالأخص لو زعلت خالتنا. القصة ما بتنتهيش هنا، القصص عمرها ما بتنتهي، هي بتستمر بس. أمل هتروح الجامعة، وتامر هيخلص المدرسة، وأنا هفضل موجودة عشانهم لحد ما ربنا ياخد أمانته. هيكون في تحديات تانية وأوقات صعبة، بس هيكون في برضه انتصارات ولحظات حلوة وحياة يومية بسيطة. وأنا بودع المعازيم في آخر الحفلة، أمل قربت مني وقالت: النهاردة كان يوم جميل قوي يا ماما. حضنتها ودموعي نازلة، وفي اللحظة دي كنت عارفة ومتأكدة إننا هنكون بخير. إحنا بالفعل بقينا بخير. تنان تنان تنان